دلال هي ورا كل المصايب اللي بتحصل لجعفر، وكمان هي ما بتخلفش، وكمان محدش ضربها زمان. هو كان فيلم كانت بتمثله على جعفر، وهي السبب في سجن جعفر، وكانت ناوية على إعدامه لانتقاما ليوسف أخوه. وهي زمان اللي كانت مسلطة بلالشامة إن يخطف عبد الجواد ابن جعفر لحظة الولادة قبل ما يشوفه ويفرح بيه. وكمان كانت مفهمة جعفر إن هي حامل، وبعدها لما جعفر راح المستشفى عشان مرته بتولد، فقالت له إن الناس طلعوا عليها وضربوها عشان تبعد الشك عنها. وهيظهر من جديد بلالشامة باتصاله بدلال، وهيقول لها: يا دلال، اللي ضيعت عمري بسببك وحياتي. هتقول له: مين؟ بلالشامة. هيقول لها: ايوه، انا اللي ضاع عمري بسببك. هتقول له: انت ايه اللي خلاك تظهر من جديد؟ هيقول لها: انا محتاج فلوس فعشان كده اتصلت بيكي، ولا انا احكي لجعفر احسن واخد منه الفلوس. هتقول له: خلاص خلاص، انا بديلك الفلوس اللي انت عاوزها، بس اديني وقت بس عشان اجيب لك واحضر لك الفلوس. لا، ايوه، وحبيت اقول لك على خبر جديد. تقول له: ايه الخبر الجديد؟ يقول لها: ابن جعفر لسه عايش. قالت له: مش انا قلت لك زمان ان انت تموته؟ هيقول لها: لا، ما انا ما موتهوش، وهو لسه عايش. تقول له: ايه الدليل؟ هيقول لها: انا بديلك عنوانه وانت تروحي تشوفيه. هتقول له: خلاص، هيبقى في اتفاق تاني ما بيننا، هشوفه الاول وبعدين هتفق معاه. لا لا، عرفيني من دلوقتي. قالت له: هنخلص عليه اللي احنا مخلصناش عليه زمان، هنخلص عليه دلوقتي. فيرد عليها بلاشامة وهيقول لها: يا ده انت ما تغيرتيش السنين دي كلها؟ تقول له: ما بتغيرش. هيرد عليها ويقول لها: تصدقي ده انت شيطانة برصد، ما صايبش عليكي جعفر السنين دي كلها هو بيدور على ابنه. تقول له: لا، ما بيصعبش عليا حدا. ودلال هتقول لي بلال شامة: اديني العنوان عشان اروح واتاكد ان الولد لسه عايش. هقول لها: خدي العنوان وتاكدي كويس وبطمنيني. وبعدها هي دلال هتاخد العنوان وهتروح لحد العنوان، وبعدين هتخبط على الباب، فاللي هيفتح لها الباب وهيكون سيف. فيقول لها: ايه ده، انت مش مرة جعفر العمدة؟ هتقول له: ايوه، انا مرة جعفر العمدة. وهي تكون مصدومة وتقول له، يقول لها: في حاجة؟ تقول له: انا جيت اطمن عليك لاني عرفت ان امك متوفية، فجيت واطمن عليك واشوف اخبارك، عاوز حاجة ولا لا. فتروح وهي في حالة من الارتباك والخوف، وهي مش عارفة تعمل ايه او تتصرف ازاي بعد ما اكتشفت ان سيف هو طلع ابن جعفر العمدة. ودي كانت توقعاتي في الحلقة الجاية. اكتبولي تحت في الكومنتات ايه توقعاتكم، والى اللقاء واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومتنسوش الاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس. سلام.